اي حد مش هيقدر يعرف ايه هي وظيفة اي حاجة من الحاجة اللي موجودة هنا، يقدر يرجع للحلقة اللي فاتت ويتفرج عليها، هيعرف كل الوظائف المتاحة في قائمة هوم. النهاردة هنبدأ مع بعض نخش على التاب بتاعة ريفيو، وزي ما احنا متفقين مع بعض كل حد من حضراتكم هيبتدي يفتح شيت الاكسل اللي اشتغلنا عليه مع بعض الحلقة اللي فاتت، ويبتدي يقف معايا كده على التاب بتاعة ريفيو اللي انا دلوقتي رايح عليها اهي، ويدوس عليها عشان يقدر دلوقتي يتابع معانا تنفيذ كل الوظائف الخاصة بقائمة ريفيو. زي ما احنا شايفين قائمة ريفيو متقسمة ل5 مجموعات. أول 3 مجموعات عندنا على الشمال دول اللي هم البروفينج والانسايتس واللانجوج، دول بيتكلموا على الأجزاء الخاصة بإن لو أنت عايز تعمل ترانسليشن لشيت الإكسل اللي أنت كاتبه، أو عايز تعمل تشيك للسبيلنج بتاع الحاجات اللي أنت كاتبها، وده نادرا ما حد يعني بيستخدمه وهو شغال على الإكسل. فخلينا نخش على طول على الحاجات العملية اللي ممكن نستخدمها، وهي القائمة بتاعة كومنتس. وبالنسبة للقائمة اللي جنبيها دي هتبقى في الحلقة بتاعة البروتكشن والباسورد اللي احنا نوهنا عنها في الحلقة الأولى. فموضوع النهاردة اللي هنتكلم فيه هو القائمة بتاعة ريفيو فيما يتعلق بالجزء بتاع الكومنتس. أول حاجة عندنا موجود هنا قائمة اسمها Create New Comment. New Comment دي نقدر نعملها منين؟ نيو كومنت ممكن نعملها من هنا، او ان احنا نيجي سي مثلا على اي حد من الموظفين دول، وليكن مثلا محمد صلاح، وندوس رايت كليك، هنلاقي هنا في كلمة insert comment. ايوه هي اللي موجودة دي. هنبتدي نعمل ايه؟ هندوس عليها مع بعض كده، هيفتح لنا دايلوج بوكس زي اللي احنا شايفينه ده، نقدر نكتب فيه اي ملحوظة احنا عايزين نكتبها على محمد صلاح. فممكن مثلا نكتب ان الموظف ده مثلا هيكون له زيادة في المرتب تقدر ب$1000 على سبيل المثال. بمجرد ما احنا كتبنا اللي احنا عايزينه هنا ودوسنا في اي حتة بره الشيت هنا كده، هنلاقي ان الكومنت اللي احنا كتبناه مبقاش موجود. ولكن لو دخلنا زوم على السيل اللي موجود فيها اسم محمد صلاح، زي ما انا عمال ادخل زوم كده، هنلاقي ان هنا بمجرد ما بنقف على اسم محمد صلاح بيظهر لنا الكومنت اللي احنا كتبناه، وهنلاقي ان في علامة سهم صغير كده خالص لونه احمر في الكورنر بتاع السيل بتاعت محمد صلاح، وده اللي بيثبت لنا ان السيل دي موجود فيها كومنت. يعني احنا بمجرد ما نلاقي الارو الصغير خالص اللي لونه احمر ده موجود في الكورنر كده، يبقى احنا عارفين ان هنا في كومنت موجود في السيل دي. في طريقة تانية طبعا نقدر نعرف بيها ان في كومنت موجود ولا لا، لان محدش فينا هيجري يدور على الحتة الحمراء الصغيرة اللي موجودة في السيل عشان يقدر يعرف هي فيها كومنت ولا لا. طيب احنا كده عملنا سي مثلا كومنت عند محمد صلاح، وممكن نيجي مثلا عند اي حد مثلا وليكن علي جبر مثلا، نروح دايسين رايت كليك وبرضه نعمل انزرت نيو كومنت، ونقول مثلا يتم خصم مبلغ وقدره $500. طيب احنا كده عملنا تو كومنتس، ولو احنا واقفين في اي حته في الشيت مش هنبقى شايفين اذا كان في كومنت ولا لا. طيب لو انا عايز اظهر كل الكومنتس اللي موجوده في الشيت، لان انا ما اعرفش انا كنت كاتب كومنتس فين، وعايز اخد اي كومنت انا كنت كاتبه في الاعتبار وانا بشتغل على الشيت، لما نطلع مع بعض فوق هنا كده هنلاقي حاجه اسمها show all comments. فلو دوسنا عليها كده مع بعض، ايه اللي هيحصل؟ هنلاقي اي كومنت اتكتب على السكرين بقى ظاهر قدامنا هنا، ونقدر نعرف ان السيل دي كان فيه عليها كومنت وهنا عليها برضو كومنت. الكلام ده بيفيد بايه؟ بيفيد في ان انت لو فعلا عندك شيت مرتبات او عندك شيت خاص باي حاجه وحابب تكتب عليه اي ملاحظات، تقدر انك تكتبها بالشكل ده، لان الشكل ده هو اسلم شكل يتكتب بيه ملاحظات على شيت الاكسل. والاوبشنز اللي موجوده فوق هنا دي بتتيح ليك انك تعمل كل حاجه. انت دلوقتي عملت شو، ودلوقتي لما بنقف في اي حته ستيل الكومنتس موجوده. كنت في الاول لما بضغط هنا مثلا كده الكومنتس دي بتختفي، انما دلوقتي عشان انا مختار اوبشن شو فهو سايبها زي ما هي. طب لو عايز الغيها تاني، ادوس تاني على كلمه شو هلاقيها اختفت. يبقى انا اقدر اظهر او اخفي اي كومنت موجود على شيت الاكسل منين؟ من التاب بتاعت شو اول كومنتس. طيب لو انا واقف هنا وفاتح معايا الكومنت اللي انا كاتبه على محمد صلاح، وحابب ان انا اروح للكومنت التاني اللي موجود على الشيت دايركت، اقدر ان انا اطلع فوق هنا
هلاقي موجودة عندي كلمة previous وكلمة next. next و previous دي بيبقى التحرك ما بين الكومنتس المكتوبة. يعني أنا لو دوست هنا next ابتدى ينقل لي اوتوماتيك زي ما انتم شايفين على الشاشة كده للكومنت اللي أنا كنت كاتبه عند علي جبر. ولو طلعت تاني ودوست على previous هيرجعني تاني على الكومنت اللي كان مكتوب عند محمد صلاح. طب ايه تاني اوبشنز موجودة فوق؟ اوبشن delete. لو انت عايز اوريدي تديليت اي كومنت انت كاتبه تقدر تدوس على delete زي ما انا هدوس كده، يبتدي يشيل الكومنت اللي كان مكتوب اصلا عند محمد صلاح، وكده ما بقاش في عنده اي كومنت مكتوب. طب نتاكد منين ان هو ما عندوش اي كومنتس؟ ممكن ندوس على show all comments، هنلاقي ما فيش اي حاجه ظهرت غير الكومنت اللي موجوده عند مين؟ عند علي جبر. طيب احنا كده اتعرفنا على اكتر من اوبشن. نرجع تاني الكومنت مثلا بتاع محمد صلاح عشان يبقى عندنا اكتر من كومنت موجود. فكده لو عملنا شو بعد ما انا عملت كده بقوا الاتنين موجودين. طيب كده احنا اتعرفنا مع بعض على ايه؟ اتعرفنا مع بعض على النيو كومنت وعرفنا ان احنا نعملها ازاي، والديليت وجربناها مع بعض، والبريفيوس والنكست اللي بتحركنا ما بين كل كومنت مكتوب او ملاحظه مكتوبه على السيل، نقدر نتحرك ما بينهم من البريفيوس والنكست. واستخدمنا مع بعض شو اول كومنتس. طيب اللي فاضل لنا ايه؟ في هنا تاب معمول عليها هيدن كده. تعالوا نشوف نقدر نعمل لها اكتيفيشن ازاي. بمجرد ما انا وقفت على السيل بتاعت محمد صلاح اللي هي موجود فيها كومنت، لقينا ان show and hide comment active. فلو احنا عملنا كده هيبتدي يعمل show، ولو عملنا كده هيبتدي يخفي الكومنت. ايه الفرق بينها وما بين show all comments؟ دي بتعمل show للكومنت اللي موجود في السيل اللي انا واقف عليها فقط، فانا حاليا موجود عند السيل بتاعت محمد صلاح، فعشان كده لما انا جيت هنا وقلت له show قام عامل شو لايه؟ للكومنت اللي موجود في السيل بتاعت محمد صلاح فقط. طيب تعالوا نخفيها تاني. لو دوسنا على اللي تحتها ايه اللي هيحصل؟ هيظهر اي كومنت موجود في الشيت. فلو دوست كده هنلاقي اي ان الكومنت بتاع محمد صلاح اللي انا واقف عليه ظهر، والكومنت التاني بتاع علي جبر اللي موجود برضه تحت ظهر. فده الفرق ما بين الشو والهايد الخاصه بالتو اوبشنز دول. اول واحده بتبقى خاصه باظهار الكومنت الخاص بالخليه اللي انا واقف عليها فقط، اما التاني بيظهر اي ملاحظه موجوده في شيت الاكسل. اخر واحده معانا واللي هي شو انك، دي حاجه كده يعني مش هتلاقي كتير من الناس عارفينها، لان الاوبشن بتاعها اصلا لازم عشان نظهره نخش نعمل يعني مواضيع كده مع بعض، ولكن تعالوا اوريها لكم سريعا ممكن يعني نظهرها منين. هي شو انك دي خاصه بان هي بتفتح لك اوبشن كده هنطلعه مع بعض دلوقتي، يخليك تقدر ان انت تكتب على السكرين، يعني تكتب باقلام كده وكالرز وتتحرك كده على السكرين. خلونا نشوف مع بعض. هنروح مع بعض على التاب بتاعت فايل، وبعد كده ننزل على اوبشن. هيفتح معانا الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده. هنروح مع بعض على كاستمايز، هيظهر قدامنا الشكل ده. هنفتح المنيو الاولانيه دي ونختار منها تولز تابس. هنلاقي هنا حاجه خاصه بالانك تولز. لو دخلنا كده زوم اهي انك تولز دي، عشان نظهرها هندوس عليها هنا كده. هنلاقي الاوبشن بتاع اد ظهر معانا، هندوس اد هنلاقيها بقت موجوده الناحيه دي. هندوس اوكي. لما نرجع هنا بقى على الشيت هنلاقي في تاب جديد ظهرت معانا موجوده هنا اهي. لو دخلنا عليها زوم كده دي ما كانتش موجوده وابتدت تظهر معانا اللي هي بنز. لو دخلنا فيها هنلاقي في مجموعه من الاقلام ابتدت تظهر معانا ونقدر نستخدمها. وتقدر بقى ان انت تتحكم في السمك بتاع الفونت، يعني سي لو انت اخترت ده هتلاقي شكل الماوس اصلا اتغير معاك وبقى عباره عن نقطه سوداء. تقدر ان انت بقى ايه تكتب على السكرين وتختار الكالر اللي انت عايز تعمله وما الى ذلك، زي ما انا دلوقتي بعمل قدام حضراتكم. طيب لو انا عايز امسح بقى اللي انا عملته ده، هي دي وظيفه الموضوع اللي فتح معانا القصه دي، وهي شو انك. لو عملت كده كل اللي انا كتبته مبقاش موجود. لو عملت كده كل اللي انا كنت مشخبطه على الشاشه قدامكم ده ابتدى يظهر تاني. فده بس مجرد يعني توضيح لفكره الشو انك دي، عشان لو اي حد شافها مش هيبقى عارف هي بتاعه ايه وبتيجي منين اصلا. فانا وضحت لحضراتكم الغرض منها ايه بالظبط. طيب
هنشيل مع بعض اللي احنا عاملينه على السكرين ده، وبكده نبقى خلصنا الجزء اللي احنا عايزين نعمل له كفر او نغطيه في التاب بتاعه الريفيو. وزي ما اتفقنا التشيك سبيلنج والقصه بتاعه الترانسليت والكلام ده كله محدش يعني هيستخدمه بشكل دوري. ويعني على سبيل المثال عشان نبقى خلصنا كل حاجه، لو عملت كده ودوست تشيك سبيلنج هيبتدي يقول لي انت عايز تكمل، هقول له اوكي. مسك مثلا كلمه اسم، فلقى ان كلمه اسم فيها همزه من تحت وهو مش فاهمها، فعايزني اختارها يا اما بالشكل ده او ده. لو انا قلت له اجنور يعني سيبك منها خليها زي ما هي، هيبتدي يكمل يقول لي خلاص السبيل تشيك كومبليت يو ار جود تو جو. فكده خلاص هو الراجل عمل تشيك على السبيلنج بتاع الكلام اللي احنا كتبناه هنا، وشايف ان هو سليم ما فيهوش اي مشكله. والترانسليت ده هيبعتك على بيج اونلاين تقدر ان انت ترانسليت من عليها اي كونتنت انت كاتبه او محتوى جوه شيت الاكسل، يقدر يترجمه لك من عربي لانجلش او من انجلش لعربي او اي لغه تانية حسب ما انت محتاج. ولكن انا شايف ان استخدام القصه دي يعني ما بيبقاش كتير قوي مع الناس اللي بتشتغل على الاكسل. فاحنا كده دخلنا في المهم وخلصنا مع بعض التاب اللي خاصه بريفيو فيما يتعلق بالكومنتس. والقصه بتاعت التشينجز دي زي ما اتفقنا هغطيها معاكم في الحلقه بتاعت البروتكشن والباسورد وما الى ذلك. لغايه كده نبقى خلصنا التاب بتاعت ريفيو، وندخل مع بعض على التاب الجديده الخاصه بفيو. ولكن قبل ما نعمل كده نقدر ناخد بريك. هنبدا كلنا مع بعض نخش على التاب الجديده والخاصه بفيو. زي ما احنا شايفين كده هندوس على فيو تاب عشان خاطر نقدر نخش نتعرف على كل الوظائف اللي موجوده جوه القائمه. اول جروب هنلاقيه معانا اللي هو موجود على الشمال خالص بتاع الورك بوك فيو، ده هنتكلم عنه في الحلقه بتاعه البرينتنج او التنسيق بتاع الطباعه باذن الله. هنبتدي على طول نخش على التاب اللي بعديها وهي الخاصه بالجريد لاينز والفورمولا بار والهيدنجز. والكلام ده احنا كنا اتكلمنا عليه لو تفتكروا لما كنا بنشرح الثري اوبشنز اللي بيبقوا موجودين هنا، وقلنا ان هم بيعملوا هايد لبعض اجزاء من الشاشه. ودول برضو نفس الفكره، ده لو احنا دوسنا عليه بتاع الفورمولا بار هيخفي خالص الفورمولا بار زي ما انتم شايفين ما بقاش موجود. لو دوست عليه تاني على التشيك بوكس ده هيبتدي يرجع معايا الجزء اللي خاص بالسيل نيم والفورمولا بار، فاقدر اتحكم في ان انا اظهره او اخفيه منين من التشيك بوكس ده. تحتيه الهيدنجز دي ومقصود بيها الترقيم بتاع الكولمز والروز اللي هو 1 2 3 زي ما انتم شايفين كده، والاي بي سي اللي موجوده فوق. فلو انا دوست كده اقدر الاقي ان الموضوع كله اختفى، ما بقاش عندي خالص اي ترقيم. ولو دوست تاني كده اقدر ان انا ارجع الموضوع تاني. وهتلاقوا الموضوع ده ساعات بيحصل مع بعض الناس وهي شغاله في الاكسل شيت ويقول لك الحق انا مره واحده مش لاقي الموضوع راح فين ولا شايف اي ترقيم ولا اي حاجه. فتقدر حضرتك ساعتها بمنتهى البساطه انك تحلله المشكله في ثواني. طيب اللي جنبه وهو الخاص بالجريد لاينز دي مقصود بيها الخطوط الوهميه اللي مقسمه لك الشاشه لمجموعه السيلز اللي احنا شايفينها مع بعض. فلو انا دوست كده هلاقي مفيش اي خطوط خالص موجوده هنا على الشاشه. لو رجعت تاني دوست على التشيك بوكس هلاقي ان الخطوط ابتدت ترجع تاني عشان خاطر اقدر اشوفها على الشاشه واشتغل من خلالها. كده نكون خلصنا مع بعض اول جروب والخاص بالشو. ندخل بعديه على الجروب الخاص بالزوم، وده برضو كنا اتناقشنا فيه مع بعض لو تفتكروا لما كنا بنشرح الزوم ان والزوم اوت اللي بنتحكم فيهم من البوتوم بار اللي موجود في نهايه الشاشه. وده نفس الفكره بالظبط، ان احنا هنا لو عملنا زوم هتلاقوا ان في زوم بنسبه كبيره جدا حصل على السكرين، وده اكبر زوم ممكن يتعمل اللي هو 400% تقريبا. وبعد كده ممكن لو دوسنا على جنبها ال 100% هنلاقي الموضوع رجع للزوم الطبيعي خالص اللي هو بعيد عن السكرين، اللي احنا قلنا مش هينفع معانا ان احنا نعمله بالشكل ده. ولو عايزين نظبط الزوم بتاعنا بندوس على علامة الزوم دي يطلع معانا المنيو دي، لو تفتكروا شرحناها الحلقة اللي فاتت وقلنا ان احنا بنقدر نعمل سيلكشن على السكرين كده ونقدر نفتح الزوم، او من غير ما نفتحها حتى هي اوريدي مطلعها لك بره زوم على السيلكشن، هتلاقي نفسك دخلت على السيلكشن اللي انت عامله. فدي يعني الثلاث ادوات اللي هم بيتحكموا في الزوم بتاع السكرين، واحنا شرحنا الموضوع ده مع بعض باستفاضه الحلقه اللي فاتت. الجروب الثالث معانا والجروب المهم جدا وهو الخاص بالويندو. الجروب ده اول اوبشن فيه مكتوب عليه نيو ويندو. يعني ايه نيو ويندو؟ يعني تقدر حضرتك تفتح شاشه اضافيه للورك بوك بتاع الاكسل اللي انت واقف عليه
يعني انا عايز افتح قدامي على السكرين التاب الخاصه بالكتابه والتنسيق واعداد الجداول، ابقى شايف الجدول ده قدامي، وفي نفس التوقيت اقدر ابقى شايف المثال التطبيقي اللي هو ده، عايز ابقى شايف الاثنين قدامي على الشاشه. طب اقدر اعمل الموضوع ده ازاي؟ من خلال ان انا افتح نيو ويندو. ومجرد ما فتحت نيو ويندو انا كده عندي في تو شيتس، لو خدتوا بالكم فوق كده مكتوب كورس اكسل وادي فوق نمبر 1. لو دخلنا زوم كده اهو في 2 شيت اتفتحوا، ده نمبر 1 وده نمبر 2. بس اقدر اتحكم فيهم ازاي؟ لان هم كده ورا بعض مش هعرف اشتغل عليهم. الكلام ده من خلال القايمه اللي جنب نيو اللي هي الرينج اول. الرينج اول دي لما هندوس عليها هيطلع لنا الدايلوج بوكس ده، يقول لك اختار طريقه العرض اللي انت عايزها، واللي هي افضل حاجه فيهم ان انت تعملها مثلا هوريزونتال او فيرتيكال. فلو مثلا اخترنا فيرتيكال هتلاقي انه ظهر لك الاثنين جنب بعض بالشكل ده. فتقدر ان انت مثلا لو ظبطت الزوم هنا كده تقدر تشوف الشاشتين جنب بعض بشكل واضح، وتفتح هنا المثال التطبيقي زي ما اتفقنا اهو، وتقدر تبقى شايف الاتنين قدامك. مش بس كده، انت اي اديت بتعمله هنا هيبتدي يحصل له سيف. يعني لو احنا هنا جينا كتبنا بسم الله الرحمن الرحيم، فانت كده سجلت الكلام ده على التاب بتاعت الكتابة والتنسيق. تقدر تيجي الناحية دي تكتب اللي انت عايزه برضو، وبكده تبقى انت عملت سيف في المثال التطبيقي وسيف عند الشيت الاولاني. والكلام ده بيبقى مفيد جدا في ايه؟ في حاله ان لو حضرتك مثلا على سبيل المثال عندك شيت بتاع مرتبات بتاع الشهر ده، وعندك شيت المرتبات الخاص بالشهر اللي فات، وعايز تفتح الاثنين قدامك على السكرين وتعمل شويه تعديلات في الشيتين مع بعض، ان الموظف ده كان بيقبض كذا، لا عايزين نعدل القبض بتاعه، التاني كان بياخد بنفيت ولا ما بياخدش، فاقدر ان انا اشوف التو شيتس قدامي. ودي طبعا بتبقى اسهل بكتير من ان انت تقعد تتنقل بايدك من تاب لتاب وتبتدي ترجع تاني على الاولانيه، فطبعا ده متعب جدا. انما انت كده الشيتين قدام منك تقدر تشتغل بسرعه وبسهوله جدا جدا جدا. طيب نشوف مع بعض في اوبشنز ايه تاني موجوده معانا في الشاشه. اخر تشيك بوكس ده اللي هو ويندوز اوف اكتيف ورك شيت، يعني الورك بوك اللي انت هتكتب فيه هو اللي هيبقى اكتيفيتد وتقدر تظهره على السكرين. يعني لو نفترض ان انت فاتح مثلا حوالي 5 ويندو او 6 ويندو، فالجزء اللي فيهم انت شغال عليه هو بس اللي هيظهر، والباقي مش هيطلع معاك على الشاشه. ده يعني شرح سريع لفكره ازاي تفتح ويندو جديد وتشتغل عليه، واكتر مثال عملي اللي انا لسه شرحه لكم حالا ان احنا نقسم الشاشه لجزئين بس، لان اكتر من كده هتبقى العمليه صعبه شويه، ونقدر نستخدمها بالوضع اللي انا لسه قايل عليه. طيب نبتدي نقفل واحد منهم بقى ونرجع تاني للوضع الطبيعي بتاعنا. وزي ما اتفقنا مع بعض اقدر ان انا اعمل كده عشان اخش زوم يبقى انا الدنيا بالنسبه لي مظبوطه. ونشوف التاب اللي بعديها واللي مهمه جدا جدا جدا، وهي الفريز بان. الفريز بان دي مهمه جدا. ليه بقى؟ تعالوا نشوف مع بعض. هنفترض ان احنا الجدول بتاعنا ده مش مجرد 10 اسماء موظفين فقط، لا انا عندي هاخد دول كده زي ما انا عملت سيلكت، وهاخد كوبي، وهاجي اقف هنا وهدوس رايت كليك واعمل انزرت كوبيد سيلز. هو كده عمل ايه؟ انا كده عملت دبليكيشن لعدد الموظفين، فبدل ما كانوا 10 بقوا 20، فهو هنا عد لغايه 10 زي ما انتم شايفين، وابتدى يعدهم تاني من الاول لغايه 10. انا ليه تعمدت اعمل كده؟ لان انا عايز اقول لك ان لو انت الشيت طويل بالنسبه لك وفيه 20 موظف مش هتقدر ان انت تشوفهم كلهم مره واحده على السكرين، ولو عملت زوم اوت مش هتبقى شايف حاجه تقريبا. طب اقدر ازاي اتحكم في القصه دي وانا شايف كل حاجه؟ ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي مع بعض. دلوقتي انا عايز ان انا لما ابتدي انزل لتحت زي ما انا بنزل كده على الشاشه يفضل الهيدر بتاع الجدول اللي هو ده ثابت. يعني مش عايز بمجرد ما انزل تحت زي ما انا هنزل دلوقتي الاقي ان انا مش عارف هو ايه الهيدر اللي كان موجود فوق، يعني ده تاريخ ايه ولا ده ايه الرقم ده. مش هقدر اعرف غير لما يبقى الهيدر ده موجود عشان اقدر اعرف ان المرتب هو اللي خاص بالايه، بالارقام اللي موجوده دي. طيب اعمل الكلام ده ازاي واثبت الهيدر بتاع الجدول؟ من خلال ان انا بقف هنا كده واروح جاي فاتح الفريز بان. هتلاقي فيه اكتر من اوبشن. اول حاجه بيقول لك
الفريز بانز دي احنا هنسيبها دلوقتي، هرجع لكم ليها دلوقتي على طول، ولكن خلينا في تاني واحده، فريز توب رو. فريز توب رو دي هيعمل ايه؟ هيعمل فريز لاول رو خالص. طب احنا اول رو عندنا احنا مش محتاجينه، لان اول رو اللي هو رو نمبر 1 اللي احنا مش كاتبين فيه حاجه اللي انا عملت عليه تظليل ده. فعلى سبيل المثال لو انت فتحت كده وقمت مختار له الاوبشن بتاع فريز اللي هو التوب رو، هتلاقوا في خط كده ظهر، عايز اوريه لحضراتكم. شايفين الخط ده؟ تحس ان هنا في جريد لاين وده خط اتقل شويه. تمام. ده اللي هيخلينا ويبقى واضح هنا برضو اكتر الناحيه دي اهو. لو انتوا شايفين في فرق بين ده وبين ده، ده معناه ان في فريز معمول لاول رو. بمعنى ايه؟ ان رقم واحد اللي انتوا شايفينه هنا ده، كل ما انا هنزل هلاقي رقم واحد ده موجود زي ما هو مش هيتغير. فانا دلوقتي جيت انزل كده في الشيت اهو، بص، رقم واحد ثابت والارقام كلها عماله تتغير تحتيه. كل ما انزل واحد ثابت زي ما هو والارقام بتتغير من تحتيه لحد ما اطلع تاني فوق خالص. طبعا انا دلوقتي بتحرك بالاسهم بتاعت الكيبورد فوق وتحت. طيب انا الاوبشن ده مش هيخدمني في الموضوع ده، مش عايز استخدمه، مش هيفرق معايا في حاجه. طيب ايه الاوبشنز المتاحه تاني هنا؟ اخر واحد تحت بيقول لك فريز الفيرست كولوم. لو دوسنا عليه هيعمل نفس القصه ولكن للفيرست كولوم. طب انا الفيرست كولوم عندي اللي هو الاي، وانا مش بعمل بيه حاجه ومش مكتوب فيه اي داتا اصلا. وده يفرق معاك في حاله ان انت يكون البيانات بتاعت الجدول ماشيه بالعرض كده كتير، فانت عايز تعمل فيكس لحاجه معينه وهنشوف دلوقتي مع بعض. فانا لو جيت كده هنلاقي ان الاي ثابت زي ما هو وبقيت الحاجات بتتحرك جنبه وهو ما بيتحركش. فانت كده عملت فريز لاول كولوم ما يتحركش خالص والباقي هو اللي بيتحرك. طيب الاداه بقى العمليه والكويسه جدا وهي الاوبشن الاولاني اللي هو فريز بانز. حضرتك هتيجي تقف عند الكورنر اللي انت محتاج تعمل فيكس للكولوم اللي فوق منه والرو اللي جنبيه. فانت هتيجي تقف في الكورنر اللي هو مكان ما واقف كده عند حسن شحاته دي، وتروح فاتح وعامل فريز بان. اول ما هتختار الفريز بان هو كده عمل ايه؟ هنشوف مع بعض. لو انا نزلت لتحت هو عمل ايه؟ زي ما انتم شايفين ثبت لي الهيدر بتاع الجدول، كل ده ثابت معايا ما بيتحركش. تمام كده. وعمل لي اوبشن تاني جميل قوي، ثبت لي ايه تاني؟ لو انا مشيت بالعرض كده هيفضل سايب لي الترقيم زي ما انتم شايفين. الترقيم اللي هنا اللي هو بتاع المسلسل ده ما بيتحركش، موجود زي ما هو ثابت. تمام كده اهو، ده ثابت زي ما هو متغيرش. ولو نزلت لتحت الاسماء كلها تتغير ولكن الهيدر بتاع الجدول ثابت زي ما هو. وبكده نكون خلصنا مع بعض تالت اداة معانا وهي الفريز بان. هندخل دلوقتي مع بعض نشوف اداة وظيفتها كويسة جدا، يعتبر شبه الفريز بان ولكن في غرض اخر وهي السبليت. كلمة سبليت اللي انا واقف عليها دلوقتي دي استخدامها في ايه؟ هنشوف دلوقتي مع بعض. انا جهزت شيت وحطيت فيه على سبيل المثال ان احنا دلوقتي واقفين هنا على الجدول ده، وجيت انا في نفس الشيت تحت كنت عامل جدول تاني وليكن الجدول اللي قدامنا ده، وجيت برضو على سبيل المثال على الشمال هنا كده وفي عندي تشارت موجودة في نفس الشيت. بأي شكل من الأشكال مش هقدر أشوف الثلاث حاجات دول قدامي. حتى لو رجعت على سبيل المثال هنا وعملت الزوم 100% كده الدنيا بقت بعيد قوي أصلا، يعني أنا مبقتش شايف كويس، ومع ذلك مش قادر أجيب كل الحاجات اللي موجودة في الشيت تبقى قدام مني مرة واحدة. دي وظيفة السبليت. لو وقفنا هنا على سبليت هنلاقي فيه علامة بلس اتعملت كده على الشاشة بشكل كبير، وتقدر تتحكم في مكانها من خلال ان انت تقف في النص هنا كده وتبتدي تسحب البلس دي معاك يمين او شمال زي ما تحب. فممكن نقف هنا كده. يبقى انا بالنسبة لي دلوقتي الشاشة اتقسمت لاربع اجزاء. الجزء الاولاني موجود فيه الجدول اللي انا عايزه. الجزء الثاني ده اقدر ان انا انزل فيه كده زي ما انتم شايفين واتحرك لحد ما اوصل للجدول الثاني واعرضه معايا. فلو انتوا لاحظتوا هنا هتلاقوا ان دي الرو رقم 13 وتحتيه هنا الرو على طول رقم 44. فانا قدرت اتحرك في الشيت براحتي لحد ما قدرت اجيب الحاجات تحت بعضها في نفس الشيت. طب التشارت موجوده الناحيه دي اقدر ان انا اتحرك ناحيه الشمال لحد ما اجيبها هي كمان تبقى قدام مني على السكرين. ولو في حاجه رابعه ممكن اجيبها الناحيه دي براحتي خالص، او ان انا اكتب ملاحظاتي او اعمل اي حاجه وانا شغال على الشيت. فطبعا دي اداه كويسه جدا لو انت حابب ان انت تعرض اكتر من حاجه موجوده في نفس الشيت في اماكن مختلفه. وتقريبا دي الاداه الوحيده اللي هتمكنك من ان انت تعمل الموضوع ده
وفي طرق تانية ولكن هتبقى اصعب بكتير من اداة السبليت. كده نبقى قدرنا نعرف مع بعض ايه وظيفة السبليت ايكون اللي موجودة فوق في الفيو منيو. طيب نشيلها تاني، هنلاقي كل حاجة رجعت زي ما كانت خلاص، ونقدر ان احنا ندخل زوم برضو عشان نرجع للوضع الطبيعي اللي احنا بنبقى شغالين عليه. فهنقف كده ونعمل زوم سيلكشن كده احنا تمام. طيب ايه الاداه تاني اللي موجوده معانا؟ في اداه اسمها هايد. هايد دي هتعمل ايه؟ دي هتخفي لك كل الورك شيتس اللي موجوده قدام منك في الورك بوك. يعني لو دوست هايد كده ما بقاش في عندك اي حاجه تحت ولا حاجه هنا ولا اي حاجه. فانت ممكن على سبيل المثال تيجي تفتح شيت اكسل تلاقيه بالشكل اللي قدامك ده، ويكون مثلا الشخص اول ما انت فتحت واقف على الهوم بيج والدنيا قدامك بالشكل ده، فانت تفتكر ان الشيت ده بايظ او في حاجه غلط. لا، انت كل اللي هتعمله انك هتروح على الفيو وتبتدي تعمل ان هايد. يقول لك انت عايز تعمل ان هايد للشيت اللي اسمه كورس الاكسل، هتقول له اوكي، هيبتدي يظهر لك كل حاجه معاك تاني. فاحنا كده عرفنا وظيفه الهايد، واللي تحتها اللي بتبقى اكتف لما نعمل هايد اللي هي ان هايد وندوس اوكي يظهر معانا الشيت مره تانيه. طيب في ثلاث ادوات موجودين هنا ولكن هم ان اكتف او هيدن، مش قادرين نتحكم فيهم. طب دول يظهروا ازاي؟ دول بيظهروا اول ما يكون في نيو ويندو. يعني انا لو دلوقتي عملت نيو ويندو هتلاقي الثلاثه دول بقوا اكتيفيتد. فانا دلوقتي كده عملت نيو ويندو، كده بقى في اتنين، ده كورس الاكسل وجنبه مكتوب رقم 2 والشيت رقم 1 موجود وراه. طيب فانا دلوقتي لو جيت على الفيو هلاقي فيو سايد باي سايد ابتدت تظهر معايا اكتف. لو دوست على فيو سايد باي سايد هيظهر معانا الشكل اللي قدامنا على السكرين. طيب هيجي حد دلوقتي كان مركز وهيقول لي طب وهي ايه الفرق ما بينها وما بين الرينج اول ويندو؟ تعالوا نرجع للوضع اللي احنا كنا متعودين عليه عشان نشوف الايكونز مع بعض. فاكرين لما شرحنا الرينج اول قلنا ان انا لما بفتح الرينج اول بحدد منها انا عايز الايكونز تظهر ازاي جنب بعض. يعني الويندوز اللي انا عملت نيو ويندو والويندو اللي هو الكرنت يظهروا ازاي. فلو انا دوست مثلا هوريزونتال دوست اوكي ادي الاثنين ظهروا تحت بعض، ولو عملتهم من هنا برضو من الرينج فيرتيكال نفس الموضوع. طيب ايه الفرق ما بين وظيفة الارينج اول والفيو سايد باي سايد مع السكرولنج اللي اتعمل لها اكتيفيت اللي موجودة تحتيها؟ هنشوف دلوقتي لو احنا شلنا السكرولنج دي دلوقتي ما بقتش اكتف زي ما انتم شايفين، معلهاش تظليل فهي مش اكتف. وهنجرب نعمل الرينج سايد باي سايد وهنعمل تيست لحاجة بسيطة جدا، وهي ان انا هاجي هنا وهنزل لتحت في الشيت اللي على اليمين هنلاقي الجدول ابتدى يطلع معانا لفوق هنا بيتحرك، وده ثابت زي ما هو ما بيحصلوش اي حاجه. ولو انا جيت هنا اتحركت برضو ده بيتحرك وده ملوش دعوه بيه خالص. طالما انا واقف على الشيت ده وبشتغل التاني ما بيتحركش معايا تماما. طيب تعالوا بقى نجرب ان احنا نفعل التاب بتاعه السكرولنج ونشوف فايدتها ايه. هرجع تاني معاكم اهو عشان نشوفها مع بعض. اهي هندوس عليها كده بقت اكتف لان انا بقيت واقف بالماوس هنا وهي لسه ستيل معمول عليها تظليل. كويس. طيب هنعمل برضو الرينج ونبتدي نشوف الاختلاف اللي هيحصل معانا دلوقتي. انا دلوقتي واقف هنا وهبتدي انزل بالسهم لتحت. ايه اللي ابتدى يحصل؟ لو انتوا ملاحظين معايا شايفين ايه اللي بيحصل؟ الشيت اللي هنا والشيت اللي هنا بيتحركوا مع بعض بالظبط، مع ان انا واقف هنا بس وبتحرك اهو. فالاداه بتاعت السكرولنج دي بتعمل ايه؟ بتعمل ربط ما بين التو شيتس لنفس الموشن. فانا نفس الحركه اللي بعملها هنا بتبقى بتطبق على الشيت اللي على الشمال واليمين مع بعض في نفس الوقت. هتقول لي طيب دي فايدتها ايه؟ هقول لك فايدتها بمنتهى البساطه. لو انت بتقارن ما بين تو شيتس وعايز الشيتس دي مثلا مترقمه معاك بقى مش زي 10 زي ما احنا قلنا هنا، لا دي مثلا من 1 لغايه 100، عندك 100 موظف في الشيت بتاع الشهر اللي فات اللي هو مثلا مفتوح الناحيه دي، واللي على الشمال ده الشيت بتاع الشهر الحالي، وعايز تقارن ما بينهم ما بين حاجات وموظفين موجودين بنفس الترتيب. فانت عمال تبص بعينيك هنا على اول واحد واول واحد تمام، اللي بعده اللي بعده، وجيت هنا عايز تبتدي تنزل. لو انت الاثنين مش مربوطين مع بعض زي ما انا بعمل كده مش هتلاقي ان الحركه واحده في الاثنين وتقدر تتابع بعينك بسرعه. هتضطر في الوضع الاولاني تقعد تنزل هنا شويه وبعد كده ترجع للشيت ده وتنزل لحد ما تظبط الاثنين مع بعض. انما انت كده
الاتنين ميرور، كل ما انت بتنزل قادر ان انت تتابع بعينيك نفس الموظف اللي موجود الناحيه دي، زي محمد صلاح مثلا هو نفس اللي موجود الناحيه دي. فدي اداه كويسه جدا للمراجعه ما بين تو شيتس. وكده احنا عرفنا الفيو سايد باي سايد مع السكرولنج. واخر حاجه تحت ريسيت ويندو بوزيشن، دي في حاله ان انت لو يعني زي ما احنا عملنا خلينا الويندو ده بمساحه الشاشه بالكامل والتاني موجود ورا والدنيا اتدربكت، اول ما هدوس على ده كده رجع لي الموضوع للوضع الطبيعي بتاعه، ان الشيتين موجودين على السكرين وعامل ما بينهم الربط والدنيا تمام. اقدر ان انا بمجرد ما اتحرك زي ما انتم شايفين كده لتحت يبتدي التو شيتس بيتحركوا نفس الحركات بالظبط. انا هنا واقف عند رو نمبر 10 وهنا برضو واقف عند رو نمبر 10. فريسيت ويندو بوزيشن دي بتخليك لو انت غيرت الدنيا خالص، زي ما انا جيت مثلا كبرت دي عشان كنت عايز اعدل حاجه او وات ايفر، اروح دايس عليها تاني على طول تروح مرجعاني لقسمه الشاشه ما بين الاتنين بالظبط، ونرجع نشتغل زي ما كنا. بكده نكون خلصنا القائمه بتاعت ويندو، ومش فاضل لنا غير سويتش ويندوز. سويتش ويندوز دي لو احنا دوسنا عليها وفتحناها كده هتلاقيه بيقول لك ان انت فاتح تو ويندو، واحده اسمها كورس اكسل نمبر 1 اللي هي اللي تحت دي، وواحده اسمها كورس اكسل نمبر 2 اللي هو الشيت اللي فوق. ولو احنا فاتحين ويندو جديد على سبيل المثال عملنا نيو ويندو كمان، فكده بقى عندنا 3 ويندو. لو جينا وقفنا في قائمه فيو ونفترض ان احنا عملناهم arrange vertical عشان نبقى شايفين الثلاثه ويندو قدامنا، ادي كده بقى في 3 ويندو 1 2 3. لو جينا في الفيو وادي القائمه بتاعت ويندو وادي سويتش ويندو، لو فتحناها كده هنلاقيه كاتب كورس الاكسل نمبر 1 و2 و3. انت عايز تختار انهي فيهم عشان تشتغل عليه. فلو انت دوست على 3 هينقلك اكتيفيتد على طول، هنا اهو الكيرسور راح هنا لوحده على كورس الاكسل نمبر 3. ولو انا جيت اخترت حاجه تانية زي 1 هنلاقي الكيرسور جه اوتوماتيك على شيت الاكسل نمبر 1 وبقى هنا اكتف واقدر اشتغل عليه. تبان معانا اكتر امتى؟ لو احنا عاملينهم كلهم فول سكرين. يعني لو انا عندي دي بالشكل ده وحابب اروح دي دلوقتي الكورس الاكسل نمبر 2، انا حابب اروح لنمبر 3 مثلا، اروح ازاي؟ اروح فاتح ده اقول له وديني على نمبر 3، يروح جايبني على طول على نمبر 3 هنا اهو. ولو ده برضو معمول فول وفتحت هنا وديني على نمبر 1 يبتدي يبعتني على شيت نمبر 1 اكبره واشتغل عليه براحتي. فدي سويتش ويندو تقدر تخليك تتحرك ما بين اي شيتس او ويندوز مفتوحه قدامك على الجهاز بكل سهوله. وطبعا في اختصار من الكيبورد ان انت تقدر تدوس مثلا الت تاب هيظهر معاك كل الشيتس ورا بعض وتختار منها اللي انت محتاجه. بكده نكون خلصنا قائمه ويندو بالكامل، وفاضل لنا قائمه واحده بس وهي الماكروز. والماكروز ده موضوع كبير، فهناخد بريك عشان نكون مركزين ونرجع نشرح الماكروز مع بعض. رجعنا من البريك، عايزين نكون مركزين عشان هنتكلم في موضوع في منتهى الأهمية. الموضوع بتاع الماكروز ده ممكن يخليك تشغل الإكسل عندك. بمعنى إيه؟ بمعنى إن حضرتك ممكن لو بتشتغل شغلانة معينة بشكل دوري على شيت الإكسل حضرتك هتعملها مرة واحدة بس، وبعد كده الإكسل هيشتغل بالنيابة عن حضرتك. يعني بعد كده هتلاقي نفسك قاعد في المكتب، الريبورت اللي حضرتك بتقعد كل شهر تتعب عشان تقعد تعمله هتيجي بعد كده هتدوس على زرار معين تلاقي الريبورت اتعمل لوحده. الكلام ده هيبقى ازاي؟ الكلام ده ولا سحر ولا اي حاجه. هنتعلم مع بعض دلوقتي ازاي ان احنا الحاجات اللي بنعملها بشكل دوري على الاكسل تتعمل بعد كده لوحدها تماما. وموضوع الماكروز ده موضوع كبير جدا، احنا مش هنعمل له كفرنج كله لان ده موضوع كبير قوي، فاحنا هناخد الادوات اللي تخلينا نعرف نشتغل بالماكروز، ولكن مش هنتطرق للتفاصيل الخاصة بلغات البرمجة وازاي نعمل اديت وما الى ذلك. احنا بس هنشوف مع بعض ازاي نقدر نستخدم الماكروز في الشغل العملي اليومي بتاعنا في المكتب. طيب انا جهزت مثال زي ما هو موجود قدام حضراتكم على الشاشة. دول مجموعة من الموظفين زي مثلا موجودين في تيم مبيعات، وفي شخص هو التيم ليدر او المدير اللي هيبتدي يجي له كل شهر الارقام اللي حققها الناس اللي موجوده في التيم اللي هم ال 20 مثلا موظف. انا قلت 20 بس على سبيل المثال عشان نبقى شايفينهم قدامنا على السكرين، ولكن ممكن يبقى معاك اكتر من كده بكتير. ومطلوب منك ان كل شهر هيجي لك
زي ما احنا شايفين كده المستهدف، الناس دي مطلوب منها تارجت معين تحققه، وده التارجت المطلوب ان هم يحققوه، وموجود اللي هم حققوه كل شهر. والبيانات لما بتجيلك بتبقى متاخده من على السيستم، فبتبقى بالشكل اللي هو البيور اللي احنا شايفينه قدامنا، مش معمول فيه اي فورمات ولا طالع منه اي نسب ولا اي حاجه خالص. فالطبيعي ان احنا نبتدي نشتغل على الداتا دي عشان نطلع منها على سبيل المثال قد ايه المبلغ اللي ما تمش تحقيقه، ونسبه تحقيق المستهدف قد ايه لكل شخص. فعشان نعمل الكلام ده هنعمله الشهر ده والشهر اللي جاي والشهر اللي بعده. طب ايه اللي يخليني اقعد اعمل الموضوع كل مره واكرره؟ فهنتعلم مع بعض دلوقتي ازاي نعمله مره واحده بس، وبعد كده يقدر الاكسل يشتغل لوحده. هنطلع مع بعض على الايكون بتاعه الماكروز اللي هي موجوده عندنا فوق دي، وهنبتدي نفتح ونشوف ايه التشويسز اللي موجوده جوه. اللي موجود جوه زي ما احنا شايفين، اول حاجه فيو ماكروز، فهو هنا هيعمل لك فيو للماكروز اللي انت اوريدي عملت لها ريكوردنج او سجلتها، احنا لسه ما سجلناش اي حاجه. تاني ايكون ريكورد ماكرو، واخر حاجه يوز ريلاتيف ريفرنس. هنشوف مع بعض ازاي نعمل ريكورد للماكرو، وبعد كده هنعرف مع بعض ايه هو موضوع يوز ريلاتيف ريفرنس. لما نيجي نعمل تسجيل للماكرو هندوس ريكورد، هيطلع لنا الدايلوج بوكس اللي احنا شايفينه مع بعض ده. بيقول لك اختار نيم للمايكرو، يعني مثلا احنا عايزين نقول ان ده تقرير، نكتب له كده ده تقرير المبيعات. طيب هنا لو انت عايز تعمل شورت كات، ان انت لو عايز تيجي تطبق مثلا تدوس كنترول اف او كنترول جي يروح مطبق اللي هو سجله، وانا ما بفضلش، انا بحب اخش اختار من جوه. وهنا الديسكريبشن، يعني على سبيل المثال ان ده بيعمل تنسيق لتقرير المبيعات الشهري، فانا كده عرفت ان ده وظيفته انه يعمل لي تنسيق لتقرير المبيعات الشهري مثلا، واستخراج النسب المطلوبه. يبقى انا بمجرد ما هاجي بعد كده اقف اقدر افتكر اللي انا سجلته ده بيعمل ايه بالظبط. كده احنا خلصنا، هدوس اوكي. لما نيجي نكتب الاسم ما ينفعش يكون فيه سبيس، فلو كتبنا تقرير المبيعات لازم نيجي هنا نلغي السبيس وندوس اوكي. كده بقى معانا التسجيل بتاع الماكرو، فاي خطوه هنعملها دلوقتي هتكون بتتسجل. فاحنا اول حاجه هنعملها هنقول هنا مثلا النسبه او المبلغ الغير محقق ونسبه تحقيق المستهدف. طيب هنبتدي نعمل القصه دي ازاي؟ هنا هنقول ايكوال، هنبقى نتكلم على الايكويشنز بعدين، ولكن انا هشتغل سريعا كده. هنقول ده ماينس ده، يبقى احنا عندنا المبلغ اللي ما اتحققش 4600، ونسبه التحقيق هتساوي المبلغ ده على التارجت، فيبقى هو حقق 8%. عايزين طبعا زي ما شرحنا الحلقه اللي فاتت دي هنخليها بيرسنت، اتحولت معايا لنسبه مئويه، وده هنخليه بالكوما ونشيل الفراكشنز عشان نقدر نشوفه بشكل مظبوط. وهنطبق الكلام ده برضو هنا، هنعمله كده ونشيل الكوما. احنا كل ده عمالين ننسق في التقرير اللي هيجي لنا كل شهر. ممكن اعمل كده سيلكت اول وابتدي اقول انا عايز التنسيق يبقى في نص الخلايا، وادوس مثلا كده، فانا كده اطمنت ان انا عامل فت لكل الحاجات. وابتدي اقف هنا كده وادوس دبل كليك، هيطبق لي الايكويشنز اللي انا عملتها. واقدر على سبيل المثال اعمل فورمات للهيدر ده، مثلا عايز اخليه بلون مختلف وليكن اي حاجه مثلا جراي، والكلام مكتوب بالاسود زي ما احنا شايفين. عايز اجي هنا مثلا اعمل ده بلون مختلف. انا عايز اجرب مع حضراتكم كل حاجه بحيث ان انتوا تبقوا عارفين ان هو بيسجل اي حاجه بتتعمل. نقدر نعمل بوردر بالشكل ده، ونبقى وصلنا للشكل ده في النهايه. فانت مش مطلوب منك ونبقى وصلنا للشكل ده في النهايه فانت مش مطلوب منك ان انت كل شويه تقعد تعمل الكلام ده كل شهر. احنا كده خلصنا والدنيا تمام. هتروح حضرتك رايح على فيو وتعمل سيف.
للي احنا خلصناه ده عن طريق ان احنا نعمل ستوب ريكوردنج من هنا. وممكن لو بصينا تحت هنا هنلاقي ان في شكل هنا ان هو بيعمل ريكورد، فلو دوسنا عليه برضه هيعمل ستوب للريكوردنج. فممكن ندوس هنا كده على سبيل المثال، هو كده عمل ستوب للريكوردنج. لو فتحنا هنا هنلاقيه اوريدي خلاص عمل ستوب. طيب نجيب اللي احنا سجلناه ده منين؟ نقدر ان احنا ندخل هنا ونشوف فيو ماكروز، هنلاقي فيه ماكرو اتسجل اسمه تقرير المبيعات، وده اللي احنا لسه مسجلينه مع بعض. طب هنستخدمه ازاي؟ هنعتبر ان احنا جينا الشهر الجديد وناخد الداتا البيور اللي بتجيلنا كل شهر اللي هي دي، ونروح على شيت جديد، ومفروض ان انا هاجي في بدايه الشهر وابتدي اطبق نفس اللي انا عملته، ولكن انا عايز احط الداتا في مكان مختلف لغرض معين هيوضح دلوقتي معانا. احنا الشيت اللي فات لو تاخدوا بالكم الداتا بادئه منين؟ بادئه من اول السيل اللي هي بي 2، بادئين من الكورنر ده بالظبط من بي 2 ومنتهيين عند السيل دي اللي هي الجي 22. هنا هنغير المكان، هنفترض ان انا مثلا بقف هنا وبعمل بيست، وطبعا انا مش عايز الفورمات ولا اي حاجه، انا عايزها بيور داتا خالص، فهاخدها بالشكل ده. مطلوب مني ان الشهر الجديد ابتدي اطبق نفس اللي انا عملته. كل اللي مطلوب مني ان انا اقف هنا وابتدي افتح فيو ماكروز وابتدي اعمل رن. ايه اللي حصل؟ زي ما انتم شايفين الدنيا ضربت خالص، وده اللي انا تعمدت اعمله. طب ليه الدنيا ضربت خالص؟ زي ما انتم شايفين هو عمل رن لكل حاجه احنا عملناها، ولكن بدأ الران بتاعه منين؟ من عند نفس الخليه اللي هي بي 2. فهتلاقوا ان هو بدأ بالفورمات من اول هنا وطبق كل الكلام ده كده، ولكن احنا كنا حاطين الداتا فين؟ حاطينها في مكان مختلف. فاحنا لما بنعمل ريكورد للماكرو هو بيلتزم بنفس المكان اللي سجل من عليه. فانت هنا سجلت منين؟ سجلت من اول بي 2، فهو هنا لما يجي يعمل ران للماكرو غصب عنك هيحطه في بي 2 ويبتدي يحط الداتا. وعلى سبيل المثال لو رجعنا تاني كأننا ما عملناش حاجه، هنشيل الكلام ده خالص وهثبت لكم اللي انا قصدي عليه. هي هنا دلوقتي كده ما اشتغلتش معانا مظبوط. طيب لو احنا كنا حاطين الداتا اصلا هنا، يعني نرجع ناخد الداتا اللي احنا كنا عايزينها، كنا عايزين دول، وهنفترض ان هي موجوده في نفس المكان، فهنحط كده وهنختار كده رجعت بيور داتا زي ما هي، وهبتدي اقول له طبق لي اللي انت سجلته. هفيو واقول له ايوه هو تقرير المبيعات اللي انا عايز اعمل له ران. ايه اللي حصل قدام حضراتكم دلوقتي؟ بيشتغل لوحده تماما، خلص واداني الجدول خلصان بكل حاجه. ولو كنا غيرنا في النسب اللي هنا او الارقام كان هيطبق كل حاجه زي ما احنا. يعني مثلا على سبيل المثال لو انت جيت هنا كان التقرير ده 300 مثلا مش 400، هتلاقي كل حاجه هنا بتتغير، النسب بتتغير. ال 600 دي لو خليناها 1000 النسب بتتغير معاك، النسبه دي مثلا سي 27. لو جينا هنا ال 800 دي خليناها 2000 ما بقتش النسبه 27 بقت 67 زي ما انتم شايفين كده. اي اديت انا هعمله مثلا هنا ده عملناه بدل ما هو كان جايب 300 خليناه جايب 1000، فالنسبه دي مش هتفضل 5%، لازم تتغير. هدوس انتر بقت 16%. فانت كمان بيطبق لك اي اديت انت عايز تعمله. طيب احنا كده قدرنا نعرف ان لو الداتا في نفس المكان هنقدر نطبق الماكرو، انما لو الداتا في مكان مختلف هيحصل البهدله اللي حصلت معانا من شويه دي، وان الماكرو مرضيش يشتغل بشكل سليم. ممكن حد يقول لي طيب انا مش كل مره هبقى ضامن ان انا حاطط الداتا في نفس المكان، انا الداتا ساعات بتجيلي مختلفه، ساعات ممكن ابقى حاططها هنا حاططها هنا وانا في نفس التوقيت عايز اعمل ران للماكرو. اقدر اعمل الكلام ده ازاي؟ هقول لك ما تقلقش، هنرجع تاني نشتغل نفس الموضوع ولكن هنفعل اوبشن اسمه يوز ريلاتيف ريفرنس. لو احنا دخلنا كده زوم كده يوز ريلاتيف ريفرنس مش اكتيفيتد، وحتى لما نعمل لها اكتيفيشن مش هتبقى عليها تظليل بالرمادي زي ما احنا شايفين كده. يعني على سبيل المثال انا هدوس اهو وهاجي بعد كده افتح عشان خاطر اشوف، هلاقي اللي اختلف مش ان هي اتظللت، هي برضه ستيل ما عليهاش تظليل، ولكن في بوكس لبني كده حصل حوالين التاب اللي هنا دي. وهخليكم تلاحظوا معايا، احفظوا الشكل بتاع المربع ده بالظبط،
وهلغيه دلوقتي كده اهو. نفتح تاني، بص ما بقاش فيه التظليل اللبني اللي كان حوالين المربع. شغله تاني اهو، اهو كده اكتيفيتد. فكده لما اجي اعمل ريكورد هيقدر يمكنني اني اطبق الحاجه اللي اتسجلت في اي مكان في الشيت، مش هيلتزم بالمكان اللي سجلنا منه. طيب نثبت الكلام ده ازاي؟ تعالوا نجرب مع بعض. دلوقتي هنبتدي نشيل الداتا دي ونطبق من الاول، او ممكن ناخد دول نفس القصه هناخدهم كوبي وننزل تحت هنا مثلا كده ونعمل بيست ونختار ان هي تبقى بيور داتا. هنبتدي نعمل ايه؟ هنبتدي نشتغل الشغل اللي احنا عملناه مع بعض. بس قبل ما نشتغل هنعمل ريكورد واحنا مفعلين اليوز ريلاتيف ريفرنس، وهنخش نسجل ماكرو جديد وهنسميه تقرير المبيعات من غير سبيس، وهنعمل جنبه نمبر 2، وتحت في الديسكريبشن هنقول التقرير المعدل مثلا، وهندوس اوكي. هنبتدي نشتغل ونقول المبلغ الغير محقق نسبة التحقيق من المستهدف، وهنبتدي نعمل الايكويشن بتاعتنا سريعا، وهنيجي هنا نعمل النسبة بتاعتنا، وهنبتدي نعمل فيل للايكويشنز عشان نبقى خلصنا سريعا كده، وهنبتدي نظبط الفورمات، نعمل بوردرز زي ما احنا عايزين، وممكن نغير شكل الجدول بالكامل حتى عشان نبقى عملنا حاجة مختلفة. هنعمل كل اللون بتاعه باللون ده، ونغير الفونت حتى هنخليه بالاحمر مثلا اللي موجود هنا باي ديفولت. فده هيبقى شكل التقرير النهائي اللي احنا عايزين نوصل له. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنبتدي نعمل ستوب ريكوردنج، يا اما من المكان اللي اتفقنا عليه تحت هنا ده، او نروح في فيو المره دي ونفتح ماكروز ونعمل ستوب ريكوردنج. كده احنا عملنا سيف للحاجه اللي احنا عملناها هنا، ونقدر نطبقها في اي مكان. يعني ايه في اي مكان؟ هنشوف دلوقتي. المره اللي فاتت لما حطينا الداتا في مكان مختلف ما رضيتش. طيب احنا دلوقتي بادئين منين؟ بادئين من بي 30. احنا هنحط الداتا في مكان مختلف عن بي 30. هنيجي هنا وليكن في الشيت ده ونحط الداتا في المكان اللي هنا ده مثلا، ده مكان مختلف تماما. عملناه، ادي الداتا، وانا المفروض ان انا اقف هنا واقول له ان انا عايز اعمل رن للماكرو اللي انا اوريدي سجلته. هناخد تقريبا مبيعات 2 المعدل ده وندوس رن. ايه اللي حصل؟ زي ما حضراتكم شايفين ابتدى يشتغل عادي، ما عندوش مشكله، وطبق الحاجه مكان ما انا واقف هنا، ما قاليش لا او التيبل اتعمل بشكل غلط او اي حاجه. الراجل طبق عادي في نفس المكان وما عندوش ادنى مشكله خالص. طيب ده كده احنا عرفنا الفرق ما بين ان انا اجي اطبق الماكرو بالشكل اللي احنا اتفقنا عليه هنا اللي فوق. قلنا لو طبقنا الماكرو من غير ما نفعل اليوز ريلاتيف ريفرنس يبقى لازم الداتا اللي هتبقى موجوده شهريا موجوده في نفس المكان في الشيت بالظبط. الداتا بتبدا من عند بي 2 يبقى لازم تكون عند بي 2 عشان الماكرو يبقى بيشتغل بشكل سليم. لو الداتا مكانها هيختلف يبقى لازم ابتدي افعل اليوز ريلاتيف ريفرنس وانا بسجل الماكرو. طبعا زي ما حضراتكم شفتوا طريقه جميله جدا انك انت اي حاجه بتشتغلها بشكل متكرر وبشكل روتيني على الاكسل تقدر تخلي الاكسل يشتغلها مكانك بعد كده كل شهر وانت قاعد باشا ما بتعملش اي حاجه. لغايه كده نكون خلصنا التاب بتاعت فيو بالكامل، ومش فاضل حاجه غير الجزء اللي احنا قلنا هنشرحه ساعه الحلقه بتاعت البرينتنج وتظبيط الطباعه.